ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بألف خير. النهارده هنعمل غدا سريع، اتمنى ان هو يعجبكم. لو اول مره تشوفوا القناه، انا اسمي سوسنة، لايك وشير وسبسكرايب. هنعمل كده حاجه اسمها بلاو بالبسله بالرز، وعامله طبق عملت عدس. انا ما صورتش العدس معاكم لان صورته كتير فما صورتهوش معاكم. المهم نبتدي كده. هنحط شويه زيت حلوين، وهنحط توم وجنزبيل، ملعقة كبيرة من التوم والجنزبيل فريش. تمام. بعد ما الزيت كده يدقح معانا هنحطها، ندي كده تشويحة، يعني يصفر معانا، ما يغيرش لون خالص، يعني ما يبقاش بني خالص. بعد كده انا هستعمل كوباية من الرز، كوباية وشوية. طبعا غليت المية قبل ما اعمل الحاجة دي لان مش هتاخد وقت معايا، فخليت المية. ده الرز هشوحه تشويحة حلوة. كل كوباية باسمتي من الرز بتاخد كوبايتين من المية، فدي كوباية شوحته كده كويس، شوحي لما عينه يطلع. بعد كده كنت حاطة دي فاصوليا، مش فاصوليا، بسلة قصدي. هي جامدة، حطيتها بس في موية من الكتل، حطيتها شوية وعملتها صفيتها من المية، واقلبها كده كويس مع الرز. وهنا ما بحطش فيه بهارات ولا اي حاجة، دي يعني اكلة خفيفة مع الجو السخانة. وهي حطيت كوبايتين من المية المغلية، وده كله على نار عالية. بعد كده هحط الملح، وبعد كده هحط النار. انا حطيت ماجي عشان ماجي تدي طعم احلى، فلو عندك ماجي حطي، لو مش عايزة تحطي ماجي حطي ملح عادي. وتوطي النار خالص على لغاية لما يطيب كده معانا، وتقلبيه ونغرف كده. كان غدا سريع ما خدش وقت خالص. والعدس انا دايما بعمله معاكم، فما حبيتش اعمله معاكم، بس غرفت معاكم العدس. بجيب حلة بحط فيها مية، بحط ربع ملعقة من الكركم، بحط فيها ملعقة كبيرة من توم الجنزبيل مفرومين، واحط شطة لو عايزة تحبي، وتحطي ملح وخليهم يغلوا. وتكوني مقطعة طماطم، اول ما يغلوا كده شوية تروحي تحطي الطماطم، خليها تغلي، تكوني مغسلة عدس، تروحي تحطي العدس. بعد كده نعمل الطشة اللي هي توم، اول ما يبتدي ياخد لون ملعقة صغيرة من الكمون الصحيح وتطشيه عليه. وده كان الفيديو بتاعنا. لو عجبك الفيديو لايك وشير.